من داخل قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية كانت هناك ندوة كبيرة، والتقينا مع شخصية من أشهر الشخصيات في الوسط الثقافي، شخصية محبوبة جدا من الوسط الثقافي ولها قدرة كبيرة على حشد أفراد الوسط الثقافي. النهاردة مع الشخصية المحبوبة التقينا مع الأستاذة الشاعرة صاحبة نبض الشارع الأستاذة أمل أيوب. هنقول لها أهلا وسهلا بحضرتك في اللقاء الجميل النهاردة. الله يخليك يا دكتور عبد الله، وانا سعيده بوجودك وسعيده بالطفره الجميله في لقاءاتك مع الناس والتطور الجميل في الحياه بتاعتك الفنيه الادبيه. اصبح لك حضور جميل ومتميز، الحمد وانا لله. بشجع الحمد لله على ايدك وبقول لك استمر، ان لله. عندك طله وعندك حضور وعندك كاريزما حلوه مع الناس. لا ده حضرتك اللي عندك كاريزما، وعايزه يعني اسالك سؤال، سر حب الناس الكبير ليكي ده وقدرتك على جمع القامات الثقافيه في اي وقت وفي اي مكان، انا جيت حبا فيكي على فكره. فانا عايز اعرف ايه السبب، هل يعني دي من عند ربنا ولا انت ليكوا اساليب معينه يتعلمها الاخرين؟ والله ما ليا اي اساليب خالص، انا خليني اذكر استاذنا الغالي احمد الحمله النائب الحاضر. ربنا هو قالها يشفيه من كام سنه، وقال امل ايوب في القصر هنا وقف وقال امل ايوب حبت الناس بجد، فالناس حبوها بجد. لا انا هقول لك بقى ليه، انا هجاوب على السؤال ده، هي ما جاوبتوش، اسمحوا لي انا اجاوبه. هي بتيجي الشعر بتاعها هو نبض الشارع فعلا، فالشعر بيلمس قلوب الناس البسيطه، فعشان كده الناس كلها بتحوم حواليها وبتحبها. حاجة تانية، ايوه اتفضلي. ناهيك عن الشعر، لان انا ممكن احضر في مكان وبكون ضيفه، يعني انا النهارده انا ضيفه، هي مش امسيتي. تمام. انا ضيفه مع الاستاذ ابراهيم السبكي ومع الاستاذ وليد رزيقه، ولكن الحمد لله الحضور كان حضورنا. تمام. حضور احباب واصدقاء واخوات نبض الشارع، لان كلهم يا اولادي يا ابنائي يا اساتذتي. مفيش بيني وبينهم مساحه. دايما متسامحه مع الجميع، بحب الجميع. بيحسوا ان انا يا بنتهم يا اختهم يا والدتهم، والغالب بكون والدتهم. انت اضفتي سعاده على القلوب الناس اللي هنا، الناس هنا ماشيه سعداء جدا. انت ليك اساليب سحريه والله ليك. انا عايزك تقولي شعري بس مش عارف الوقت هيسمح ولا لا. مش هيسمح، لكن احنا لنا لقاءات تانية، وانا بشكرك وبحييكي والجماهير دي كلها بتحييكي، ونلتقي مره اخرى وان شاء الله. عبد الله عبد الظاهر معكم عضو في نقابه علمين اسكندريه يحييكم في هذا اللقاء الفريد من نوعه مع استاذه نبض الشارع الاستاذه امل ايوب. شكرا لحضرتك، شكرا.